اهلا يا برج السرطان. تعالى نشوف مشاعر الشريك او الحبيب تجاهك ونواياه في الوقت الحالي. مشاعر شريك او حبيب برج السرطان في الوقت الحالي. بص يا برج السرطان، هو واضح ان هو بيحبك جدا وشايف انك نصه التاني، تو اوف كابس والشاريوت. ماشي، وهو بيبقى سعيد ومتوازن جدا وهو معاك. لو انتوا منفصلين هو دلوقتي قاعد بيفكر ان هو ازاي يصلح برضو الامور ومن غير وازاي هو مش عايز يخش في خناقات كتير ولا حوارات كتير. هو ممكن يكون مبتعد شوية ومتضايق منك قوي بسبب طرف تالت. هو ايه، كلكم عندكم طرف تالت ولا ايه يا جماعة؟ هو مفيش حد سالك كده؟ في ايه؟ كله طرف تالت طرف. على العموم يعني الطرف التالت ده مش لازم يكون شخص، ممكن يكون شغل، ممكن يكون اهل، ممكن يكون حاجات تانية كتير يعني صحاب. بس المهم ان حد بيخش ما بين اتنين. الطرف التالت ده معناه حد بيخش ما بين اتنين ويحس ان الشريك او الحبيب دوت يحس ان هو بعيد قوي، يعني ان هو مش مهم. بس فهو مش عايز يخش في خناقات كتير، بيحاول يبعد، بيحاول يمديتيت. وكمان الملايكة بتحرسه وحرساه كمان، واخدة بالها منه عشان يعرف يحل الموضوع ده صح. هو مركز في الوقت ده. بس هو ندمان جدا على اللي حصل يا برج السرطان، وحاسس ان هو في بعده عنك لقى اتعرض لدروس كتير، لحاجات كتير، زي كان في احداث كتير قوي ومشاكل كتير قوي تعرض لها هنا. تمام. وعدى بدروس حسيته بقيمتك يا برج السرطان. طيب خلينا نشوف نوايا الحبيب تجاهك. هنشوف هيعمل ايه بقى، هيعمل ايه. هو دلوقتي مسافر، ممكن يكون مسافر باصص لمستقبله، في شغل، في حاجة داخلاله، بس هو يعني متمسك بيك يا برج السرطان. بص ماسك في الوند دي ازاي. ايه ده ليه كده؟ هو زي ما يكون عايز يهرب ويجيلك كده، بس عايزين نعرف السفن اوف سورس دي ايه يعني. هو قاعد بيشتغل دلوقتي ومجتهد جدا، بس هيجي ويجيب لك هدية وهيقدم لك عرض. تمام، بس هو دلوقتي مشغول.